فيديو واش داروا مع الجزائريين مورا خاوتي انا نردوا عليهم. هذه خدمه نقيه الاخوان. السلطات المغربيه كتمنع العديد من الشباب الجزائري الدخول التراب الوطني المغربي بحجه او بتهمه تسلل نحو سبته المحتله. استقبال في المغرب عاودوا ردونا عند الطياره. هاوليك الغاشي عم يتبون دير الحل. هذه يدك عم يتبون. عم يتبون ردونا ممر السعاده عم يتبون. استقبال عم يتبون. كيف ما شفنا الاخوان هذا الفيديو اللي كيوثقوا هاد الشباب الجزائريين اللي تم المنع ديالهم من دخول التراب الوطني في مطار محمد الخامس. السلطات المغربيه تشدد يعني الاجراءات في المطارات خصوصا الجزائريين وتوانسه وبعض الجنسيات العربيه اللي في الاسابيع الاخيره يعني جاوا بزاف المغرب باش انهم يشاركوا في هذه الحملات ديال الهجره السريه نحو سبته المحتله او الى اسبانيا من السواحل المغربيه. فالسلطات المغربيه كتمنع كل يعني من يشتبه به ان غادي يشارك في الهجره. وهاد الناس اللي هاد الشباب كيقولوا هما جاوا تحت ذريعه السياحه، فكنظن ان لا كيف لا يعقل ان مئات ديال الشباب من الجزائر غادي يجي يقضي السياحه ديالو في المغرب. يعني بين عشيه وضحاها جزائريين جايين للمغرب يجوزوا السياحه. فهذه اللي اكدت العديد من التقارير ان مئات ديال الشباب يحاولون الدخول للتراب الوطني المغربي للهجره نحو اسبانيا. حنا كنعرفوا ان يعني المشكل الهجره اللي دابا كيعايروا به المغرب فهو معضله في شمال افريقيا، معضله في القاره الافريقيه. فاي واحد في تونس ولا في الجزائر ولا في ليبيا او لا في العديد من الدول العربيه الا تحت له الفرصه انه يهجر فما غاديش يشوف موراه. فلهذا الجزائريين بغاو يستغلوا هذه الفرصه، بغاو يستغلوا هذا الوضع، بغاو يستغلوا هاد الظرفيه اللي كيعيشها المغرب على النقط الحدوديه ديالو. فجاوا المغرب باش انهم يشاركوا في هاد الهجره السريه. ولكن السلطات المغربيه كما العاده فايقه وعايقه وعارفه اش كتعمل وراصده كل صغيره وكبيره. فتم المنع ديالهم في مطار محمد الخامس وتم ترحيلهم فورا والاعاده ديالهم للبلدان ديالهم مباشره بعد المنع ديالهم من الدخول الى التراب الوطني المغربي. هادشي اللي خصو يكون، لان كما كنشوفوا الملف حساس ديال سبته ومليليا والهجره واسبانيا والمغرب والتجاذبات عبر الاعلام الاسباني اللي كيحاول يستفز ويبتز. ولكن المغرب ومدريد او الرباط ومدريد متشبتين ببعضهم واثقين كيتصارعوا على مصالحهم. ولكن الناس عارفين اش كيعملوا. ولكن باش تجي انت من الجزائر او من تونس او من اليمن او من دوله عربيه تدخل المغرب باش تهجر، فكنقول لك راه ما يمكنش. راه حنا مغاربه والسفر عبر المدن ولا يعني باجراءات امنيه مشدده. ما بالك انت تجي من الجزائر تدخل المغرب باش تهجر، فراه ما غتكونلكش. وكيف شفنا كيهضروا قال لك حضرونا ويستنجدون بعم تبون اللي راه لو كان عم تبون عمل